سلام حبيبتي، اليوم راح نشارك معكم وصفة الكروكي بزوج بيضات ناجحة 100%. مقادير جدا جدا مضبوطة، يجيكم خفيف وهشيش يذوب في الفم كما يحبوا الخاطر، ويجي كما متاع المحلات وأحسن متاع المحلات. إلا حبيتوا تنجحوا في الوصفة ما عليكم غير تتبعوا معايا الفيديو للأخير، وانتم ما تتبعوا ما تنسونيش من اللي جاب باش هكذا يوصل الفيديو لأكبر عدد ممكن من المتابعين. إذا كنت أول مرة تشوفوا قناتي فضلا وليس أمرا اشتراك في القناة مباشرة. مروا معي للمقادير وطريقة التحضير، وبالصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجه البنات راح نجيبوا زوج بيضات، المقادير السر كامل البنات راهو في المقادير وثاني في الطريقه. عندنا زوج بيضات يكونوا كبار نوعا ما ولا متوسطين، عندنا نصف كأس من السكر، رشه ملح، وعندنا ملعقه صغيره من الفانيليا. نبداو نطلعوا في هذه المكونات مليح حتى يذوب لنا السكر وحتى الخليط نتاعنا يتجانس مليح ويولي لنا ابيض ورغوي. وهذا سر أو السر الأول من أسرار نجاح الكروكي باش يكون خفيف وهشيش. نضربه مليح مليح البنات حتى نحسوا بلي هذاك السكر راهو داب 100%. بعد ما يذوب لنا السكر راح نجيبو الزيت اللي هو أساسي في الوصفة تاع الكروكي. والوصفة تاع الكروكي وصفة جزائرية تقليدية مستحيل نستغناو عليها، تجينا سهلة ونوجدوها بالخف. هنا البنات بالنسبة للكمية تاع الزيت ضروري نديرو كأس إلا ربع من الزيت العادية، ونحطوها البنات بالتدريج، يعني نحطوها بالقطيرة هكذا وحنا نضربو باش ما يهبطلناش هذاك القوام نتاع الخليط تاع البيض والسكر. بعد ما نكملوا الكمية كامل وتجانسنا مليح مع داك الخليط، رايحين نبداو نضيفو في النواشف. وقبل ما نضيفو النواشف راح نضيفو مبشور الليمون اللي هو اختياري. اللي ما عندهاش مبشور ليمون تقدر تستغنى عليه، الفانيليا راها كافية في وصفة الكروكي. انا نحب النكهة تاع الليمون في الكروكي على بها دايما نضيفو. وهنا البنات السر الثاني من اسرار نجاح الكروكي باش يجيكم خفيف يا البنات، زوج ملاعق كبار معمرين مليح تاع النشا. يعني كل بيضة راح تقابلها ملعقة تاع نشا. هكذا البنات المقادير مضبوطة جدا. هنا نحطو زوج ملاعق تاع النشا نغربلوهم طبعا، ونبداو نخلطوهم مع هذاك الخليط بالطريقة اللي راكم تشوفوا فيها مليح، ندخلوهم مليح في الخليط. ورايحين نبداو نضيفو في الفارينة اللي نحتاجو فيها. في الاول راح نحطو زوج كيسان نغربلوهم، يعني الوصفة رايحة تدينا اكثر من زوج كيسان. حنا في الاول نضيفو زوج كيسان نغربلوهم، وفي هذه الكمية راح نضيفو كيس واحد من الخميرة الكيميائية. يعني كل زوج بيضات راح يديو لنا زوج ملاعق تاع نشا وكيس خميرة كيميائية، نصف كأس من السكر وكأس إلا ربع من الزيت. هذه مقادير مضبوطة جدا. إذا حبيتوا تدبلوا الكمية البنات دوبلوا المقادير، إذا حبيتوا ديروا بربع بيضات دوبلوا المقادير وراح تحصلوا على كروكي من أروع ما يكون. هنا البنات بعد ما غربلنا الفارينة وغربلنا هذيك الكيس تاع خميرة الحلويات نبداو نجمعوا في الخليط نتاعنا. شوفوا انا بعد ما ضفت زوج كيسان تاع الفارينة لاحظت بلي الخليط مازال يحتاج كمية اخرى من الفارينة. هنا زدت تقريبا نصف كأس، يعني ربع كأس بين النصف والربع. قادرة تديرلكم زوج كيسان وربع، قادرة تديرلكم زوج كيسان ونص. يعني حطوا نتوما بالتدريج كاس الثالث حطوه بالتدريج وعينكم ميزانكم. يعني مستحيل راح يديلكم كاس كامل، طبعا حسب نوعية الفارينة. نبداو نجمعوا في الخليط. هنا البنات لازم السر الثالث من اسرار نجاح الكروكي انه الخليط نتاعنا او العجينة تكون طرية، يعني كي نمسوها هكذا راح تتلاصق في الايدي. جبت البلاطو تاعي يا البنات، انا جبت البلاطو تاع 30 على 40 وقسمت العجينه لزوج قطع. كنت ديجا حطيت الفرن تاعي يسخن، ورايحه نبدا نشكل العجينه تاع الكروكي على الطريقه التقليديه كما نعرفوها كامل كامل. نشكلوهم في شكل حرابش هكذا، نحاولوا نسويهم مليح مليح بيدينا فقط باش نتحصلوا على الشكل اللي حبينا حنا. وبعد ما نسويهم البنات رايحين نجيبوا صفار بيضة. انا من الاحسن نديروا الصفار ما نديروش البيضه كامله،
نجيبو صفار بيضاء نزيدو لها شوية تاع الحليب ولا شوية تاع النسكافيه ولا شوية تاع القهوة العادية السائلة، ونخلطوها مليح مليح البنات، والساعة ندهنو بها الوجه تاع الكروكي نتاعنا. هكذا البنات استعملوا في البيضة واش متوفر عندكم في البيت، هكذا باش تروح لنا النكهة نتاع البيض فقط، ويعطينا لون شباب للوجه تاع الكروكي. شوفوا هنا راني نسوي ونعاود، يعني مرحلة مهمة جدا لازمنا نسويو مليح مليح العجينة تاعنا تاع الكروكي باش يجينا الشكل هايل. هنا راح ندهنو مليح مليح، كل ما دهنا الوجه مليح، يعني صفار بيضة واحدة في هذه الكمية راها كافية، يعني متكتروش بيض من الفوق، ندهنوه مليح مليح بهذيك الكمية كامل تاع صفار البيضة. ورايحين نديرو الشكل طبعا بالفرشيطة على الطريقة التقليدية كما مورفين بكري كامل. البنات إذا عجبكم فيديو عجبتكم قناتي اعملوا لي اشتراك في القناة وما تبخلونيش من هذاك الجانب، دايما نوصيكم بالاعجاب باش هكذا يوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن من المتابعين، والناس اللي ما تعرفش قناتي تتعرف عليها وتشترك فيها وتستفيد اكيد من الوصفات، واللي حبت وصفات اخرى تخلي لي تعليق، وإلا عجبتكم الوصفة تاع الكروكي خليوا لي ايضا تعليق اللي عندها ملاحظات على الوصفة ولا على القناة ولا على اي حاجة تخلي لي التعليق. هكذا البنات انا البنات درت الخطوط نتاعي ورايحه ندخله مباشره للفرن اللي كنت سخنته مسبقا. والسر الاخر او الرابع من اسرار الكروكي، كاين بزاف الناس يتكسر لهم الكروكي كي يجوا يقطعوه، لا ما على خاطر يخلوه يبرد. شوف الكروكي البنات من غير تجبدوه من الفرن مباشرة قطعوه. شوف بعد ما طيبتوه من التحت حمرتوه من الفوق كما راكم تشوفوا فيه، مباشرة خرجته من الفرن وقطعته ديريكت، يعني ما خليتوش يرتاح. وشوفوا راح نشوفوا الكروكي نتاعي ما تكسرليش. الناس اللي تكسرها الكروكي هي الناس اللي تخلي الكروكي نتاعها يبرد على بها يتكسر. هاي لكم الحبة تاع الكروكي سخونة وانا نقطع فيها. هنا البنات اللي تحب تخلي الكروكي هكذاك تخليه، اللي تحب تحمره بالجوانب تحطوا يعني تقلبوا كما راكم تشوفوا، تحمروا من الجهه الفوقانيه يعني تاع الفرن من الفوق، تحمروا من الفوق. بعد ما يحمر لها تعاود تقلب الحبه تاع الكروكي وتعاود تحمرهم مره اخرى. هكذا البنات هاوليكم بعد ما حمرته من الجهتين وخرجته، شوفوا ما شاء الله روعة، كروكي من اروع ما يكون. جربوا الوصفة واذا ما نجحت لكمش يعني هضروا واش حبيتوا، متأكدة بلي انجح وصفة من وصفات الكروكي. الى الملتقى في فيديو اخر وفي وصفة اخرى.